ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد من قناة تركيا فوتوشوب. النهارده معادنا مع فيديو كده برضو، توتوريال كده بسيط عن ديزاين زي ده انا كنت عامله للصفحة بتاعتي عشان اقول لك نعمله ازاي. طب هنا من نظرتي انا كده الاولى البسيطة الديزاين متوقف على حاجتين ثلاثة بالكتير قوي. اول حاجة الخلفية، من خلفية من صفحة الفيسبوك. تاني حاجة النص داير اللي طالعة من تحت دي. تالت حاجة التكست، ان التكست شكله مش تكست عادي، يعني التكست تحسه كرتوني كده شوية يعني، مرسوم بالايد، فده اللي مدي جمالية للديزاين. فأول حاجة نيجي نبص عليها، نشيل كده كاميرا فلتر. نيجي نجيب من الأول خالص كده، تلاقي زي ما قلت لك هنا في الخلفية، بس خلفية متقلل بس ساعتها شوية، معمول لها بلور بس مش أكتر. يعني جبت سكرين شوت، لو جبت ورقة كده بجد سكرين شوت من صفحة الفيس عادي، مفيش أي حاجة. أيام ما كنا 1700 متابع، دلوقتي بقينا 2200 الحمد لله. ف دي خلفية من الفيس عادي. أنا التيكتشر بتاعتي اللي أنا مختارها للقناة بتاعتنا، أنا حبة إضاءات أنت ممكن تعملها بإيدك ذات نفسك أصلا عادي. الشيب ده اللي مكتوب فيه كلمة هنا، السلوجان اللي هو بس دايما تفوز. التركاية كلها بقى في النص دايرة دي. النص دايرة دي أبسط حاجة أو أبسط ما يمكن. أنا يا دوبك عملت، ممكن أخليك كده، جبت اللي هو الإليبس تول دي اللي هي نص دايرة، دوست شيفت عشان يعملها لي بالظبط، عشان المقاس يكون مظبوط. واطلع فوق كده، مقاسها في النص بالظبط وكده، فاهم؟ غالبا نفس الإطار دي تحت شوية مش أكتر. وهات لها أوتر جلو بس عشان تكون منورة سيكة، بمنتهى البساطة سيكة. واللون بتاعها برضو نفس اللون بس فاتح شوية. تمام. كده نص دايرة. كده عندنا ايه تاني؟ كده عندنا الكلمة. الخط ده بقى اسمه رؤوف. الخط ده اسمه رؤوف. انا هنا كتبت كلمة اسأل لوحدها فوق، وبعد كده سحب التريكات تحت واعمل لهم دروب شادو نفس اللون كده، بس اقل شوية والديستنس بعيدة شوية عن الخط يعني. وبعد كده كده هنا مش باينة عشان ازرق في الازرق. انا ممكن نشوف دي بتاعت اسأل دي. بص، شوف الشادو هو ده اللي انا عامله أهو. بس يبقى كل الهيلمان ده مترتب على ثلاث حاجات: خلفية من صفحة الفيس وعامل لها بلور، نص دايرة من تحت باللون أزرق، والكلمة بخط شكله جديد شوية. يعني لو جيت غيرت الخط ده بأي خط تاني مش هيكون لايق معاك قوي قد ما ده، عشان ملفت للنظر يعني ما شفتوش كتير يعني، فعشان كده هو يعني عينك مرتاحة وشفاه اللي هو كويس يعني. وبس هنا لو عملت بقى الكاميرا فلتر طبعا شوف المنظر بقى عامل ازاي. آه، تحت السلوجان بتاعي تاني، يعني انا كاتبه هنا كتبته هنا، ممكن تشيله اصلا لو مش عايزه. بس كده، ده كان بمنتهى البساطة شرح لذيذ جميل وكل حاجة. الديزاينات الحلوة دايما اللي بتكون بسيطة وسلسة ومختصرة وسهلة، مش محتاجة آه لود كتير، ولا محتاجة لايرز كتير، ولا محتاجة كل الحاجات دي. في ديزاينات انا بتكون فيها لايرز كتير وفيها تفكير وكل حاجة تطلع حلوة، بس أهم حاجة تكون مركز إن كل حاجة تكون بسيطة وسلسة وجميلة. بس فده كان فيديو النهاردة. لو احتجت أي أسئلة أنا جاهز أرد عليك، سواء في الكومنتات، سواء في البروفايل، سواء في أي حتة. بس كده، أشوفك في الفيديو اللي جاي.